لك إن في سلطان مملوكي حكم 3 سنين بس، قدر فيهم يفتح عكا ويشيل الوجود الصليبي من الشرق للأبد ويقهر أرمينيا، وكان ناوي يحرر بغداد ويغزو أوروبا. هتصدقني لو قلت لك إنه اتقتل وهو عنده 30 سنة بس؟ ده الأشرف خليل ابن قلاوون. السلطان الأشرف خليل اتولد سنة 662 هجريا، يعني 1263 ميلاديا، في القاهرة. أبوه السلطان المنصور قلاوون، واحد من أعظم سلاطين المماليك. خليل كان عنده 3 إخوات وأختين، واتجوزه وهو عنده 21 سنة من بنت أمير مملوكي من أصل مغولي، وخلف بنتين. أخو الخليل الكبير علاء الدين علي كان هو ولي العهد، ولقبوه بالملك الصالح، وذكروا اسمه على منابر مصر كلها بعد الخليفة والسلطان قلاوون. فكان مستبعد إن خليل يبقى سلطان، خصوصاً إن الأمراء نفسهم ما كانوش بيحبوه وكانوا بيكيدوا له ويوقعوه عند أبوه. بس الدنيا اتشقلبت لما علاء مات فجأة بعد أكلة، وأشاعوا إن خليل هو اللي سمه عشان يبقى هو ولي العهد. وبالفعل قلاوون عين خليل ولي عهده وبدأ يخطب له في الجوامع. بس في نفس الوقت خليل بدأ يثبت نفسه وراح اعتقل أبناء الظاهر بيبرس ونفاهم، لأنه عرف إنهم ناويين ينافسوه بعد وفاة أبوه. وفي سنة 689 هجريا مات السلطان قلاوون واستلم خليل الحكم. بس كان في أزمة، لأن قلاوون ما كتبش اسم خليل في مستند التقليد الرسمي، فحصل جدل. لكن الخليفة العباسي أحمد الحاكم اداله شعارات السلطنة والأمراء بيعوه. بس خليل كان حاسس إن الغدر حواليه من كل ناحية، خصوصاً لما عرف إن الأمير ترنطاي ناوي يغتاله، فجهز نفسه ونزل من قلعة الجبل على الميدان وجلس هناك قدام الناس واستحلف كل الأمراء على الولاء. وبعدها قتل ترنطاي وقبض على كل اللي شك فيهم. الأشرف خليل ابن قلاوون حصل على ألقاب كتير زي الملك الأشرف، صلاح الدين، ناصر الملة المحمدية، محيي الدولة العباسية، قسيم أمير المؤمنين، صلاح الدنيا والدين. ودي الألقاب اللي كانت بتتكتب على عملاته، واللي بتدل إن الدولة المملوكية وقتها كانت رسمياً بتحمل اسم الدولة العباسية. وعشان كده بعض المؤرخين بيسموا العصر ده بالعصر العباسي الرابع. المعركة الكبرى، تحرير عكا. خرج السلطان الأشرف من القاهرة يوم 6 مارس سنة 1291، وفي 5 إبريل وصل عكا ونصب خيمته الحمراء قدام برج البابا، وانتشر جيشه حوالين المدينة، وانضم ليه جيش حماة على الساحل. وتاني يوم بدأ الهجوم، والمنجنيقات ترمي صخور على أسوار عكا، والرماة يضربوا سهام، وبدأ المماليك يستخدموا الأسلحة، وخلى الفرنجة يتلخبطوا ومش قادرين يقربوا من المماليك. وبدأت الأسوار تتهد، والأمير سنجر الشجاعي كان بيحاول يهدم برج اسمه برج الملك، بس الفرنجة ولعوا فيه. يوم الجمعة 17 جمادى الأولى سنة 690 الطبول دقت والجيش اتحرك. الطبول كانت محمولة على 300 جمل. المماليك دخلوا عكا من كل ناحية ودار قتال عنيف في الشوارع، والفرنجة جريت على البحر تدور على مراكب تهرب بيها، ومحدش عارف كم واحد منهم مات وكم واحد غرق. وبعدها أعلن الفرنجة الاستسلام وطلبوا أمان، فبعت لهم الأشرف خليل الأمير كداغا، وفعلا خرج الفرسان معاهم عائلتهم. بس الفرنجة اللي لسه في الحصن غدروا بيهم وقتلوا كداغا. رد عليهم الأشرف خليل بقتل القائد دي سفري واللي معاه، وبعدها خرجوا تاني وأخدوا عهود أمان جديدة وسابوا المدينة. حرب أرمينيا كانت ساندة الفرنجة، فخليل قرر يعقبها. في سنة 691 هجرياً حاصر قلعة هرمغلة ب20 منجنيق، بس لما ما استسلمش أمر بالهجوم المباشر، والجنود طلعوا بالجبال والسلاسل وقاتلوا قتال رهيب. لما أخذوا القلعة خد الأسرى ومنهم بطريرك الأرمن ودخل بيهم دمشق. الناس هناك استقبلوه بآلاف الشموع والاحتفالات، ومن هناك رجع على القاهرة وسط فرحة عظيمة. خليل بنى قاعدة الأشرفية بالقلعة، وبنى الإيوان الأشرفي وقبة الأشرف اللي اتدفن فيها جنب مشهد السيدة نفيسة. من قبل ما يبقى سلطان خليل كان دايما داخل في صراعات مع الأمراء، ولما بقى سلطان زاد الصراع، نفذ إعدامات واعتقالات وشال المماليك من منصب الوزارة، وادال واحد اسمه ابن السلعوس تاجر دمشقي. وفي ديسمبر سنة 1293 راح السلطان خليل رحلة صيد في منطقة اسمها ترجوة جنب اسكندرية، وكان معاه وزيره وابن السلعوس ونائبه بيدرا. اكتشف خليل إن بيدرا مأخر خراج اسكندرية من غير إذنه، فراح عنفه وهدده قدام الكل. بيدرا خاف وخرج مضطرب، وجمع شوية أمراء واتفقوا يغتالوا السلطان. وفعلا يوم 21 ديسمبر خليل كان بيتفسح مع صاحبه شهاب الدين أحمد، وهجم عليه بيدرا ورجالته وقتلوه بسيوفهم.